جئت رسول حب وسلام، رسول محبة وسلام. ما أنا جئتكم محتكرا للوطنية أو للحقيقة، ولا جئتكم جالسا على كرسي العصمة، ولكن جئتكم اليوم لتعلموا بأن الجزائر ليست بخير، وأنه لا بد من نهوض كرجل واحد لإنقاذها من محنتها، تناديكم بجراحها، تناديكم بأمواتها، تناديكم بقتلاها، تناديكم بضياعها، تناديكم الجزائر. فهبوا إلى إنقاذ بلادي، هبوا إلى إنقاذ بلادي. جيتكم من أجل الوئام الوطني، قواعد الوئام الوطني، قواعد المصالحة الوطنية. شعبنا شيب الأسد، مطلوب منه اليوم يكون أسد، مطلوب منه يكون أسد. إما يريد السلم والقواعد واضحة، أما يريد الاقتتال بين الأولاد، أولاد الوطن الواحد وبنات الوطن الواحد، ومواطني الوطن الواحد. والله لا أحاربنه هذا الواقع المر بكل ما أوتيت من قوة إلى آخر نفسي. أمام الله وأمام الشعب الجزائري بأنني قادر على إخماد نار الفتنة، إخماد نار الفتنة وسأخمدها الفتنة. ثانيا، سأنعش الاقتصاد الجزائري. ثالثا، سأعيد الكرامة للجزائريين. رابعا، سأعيد الجزائر مكانتها بين الأمم. قلنا عفى الله عما سلف، عافى الله عما سلف باسم الشعب الجزائري. لا بد في سياسة المصالحة الوطنية، لا بد أن صدورنا تكون مفتوحة باتساع مساحة الجزائر. وما أدراك ما الجزائر 2,380,000 كيلومتر مربع. ما شاء الله عليك يا جزائر، ما شاء الله عليك يا جزائر، ما شاء الله عليك يا جزائر. قلوبنا اتساع مساحة بلادنا، ورحمة شعبها لا تفوقها إلا رحمة الله. إذن آن الأوان لنفصل في موضوع الوئام الوطني. اللي جزائري ويحب السلم والأمان والطمأنينة والعزة والكرامة للجزائر، حين ذاك يكون في صف الشعب الجزائري.
لا يهم أنه يكون في الحزب هذا أو الحزب الآخر، المهم هو أن الاعتبار الحزبي يدوب أمام المصلحة العليا للجزائر. أنا في هذا الظرف اللي بلادي مهانة محتاج لأي جزائري يرفع الراية نتاع البلاد ويوري الناس في الخارج على أن الجزائر لا زالت حية وموجودة وواقفة وسيكون لها شأن. إن الاستفتاء الذي أدعوك اليوم إليه في تاريخ 16 سبتمبر 1999 هو موعد مع الأمل، هو موعد مع السلم، هو موعد مع الجزائر المزدهرة، هو موعد مع الجزائر الوضاءة. ليس من حقنا أن نضيع هذه الفرصة، فكل صوت له أثره ومعناه. ولنكن إذن جميعا في الموعد لنقول وبكل قناعة وبكل سيادة نعم للسلم، نعم للنمو الاقتصادي، نعم لجزائر عزيزة وقوية.